اوكي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسم السائر الكريم. الاسم خالد رمضان العربي مفتاح الوجه. سبب وجودك في تونس يا سيدي؟ طيب مصاب وجايب نعالج. صح. إصابتك وين مثلا؟ إصابتي في الرجل. باش مصاب يا خالد؟ مصاب برصاص. وين في أي مكان؟ في جزيرة وجع. شنو اللجنة دايرة معكم الواجب يا خالد ولا؟ والله مقصرين كاتب الحق. أنا واحد من الناس دايرين يزور عمليات، والعملية الأولى غلط. وعمليتي في الوريد عملية تسريح، فدخلوني على دكتور عظام ودار لي ضغط في صوابعي، فتح لي رجلي ومضغطة. وبعدين هذه قالوا لي بعد كيف مشيت على جراح، قال لي هذه عملية غلط، وعمليتك عملية تسريح ما هيش لوطة عملية. باهي ما شكيتش للجنة هذه ولا؟ والله يجي من اللجنة نقول له في قصتي وما فيش حد وقف معي بأي حاجة. أنا ما مشيت لهمش في المقر بتاعهم؟ ما نعرفاش المقر وين، لكن مرة يجون. جاك الأستاذ يوسف تعيلة برئيس اللجنة؟ والله شخصيا ما نعرفاش اسمه الحق. ما جاكش؟ ما جانيش لا. ما ضركش في المستشفى؟ لا. في هناك الأوتيل ما ضركش؟ لا. قداش ليك ما خديتش المنحة بتاعك؟ تو أسبوعين نقدر نخش في الثالث. 3 أسابيع بالضبط. علاش شنو سبب التأخير؟ والله مانيش عارف سبب التأخير. يعني ما حاولتش تتصل بيهم وتقول لهم وين؟ والله يكلموا فيهم تو جرحه كله، كل مرة يجي حد وكل مرة يفوتوا فينا بكلامه، وخلاص الكلام ما فيش حد أعطانا فلوس. 3 أسابيع. أنت راضي عن تصرفات اللجنة هذه اللي عندك؟ والله في تقصير الحق، مانيش راضي بيه ولا راضي بيه. حد. اللجنة هذه يقولهم يسعوا بالجرحى وربي يكون في عونهم خلاص. شنو آخر كلمة هيك ممكن توجهها للمسؤولين غادي في البلاد، وزير الجرحى والمستشار مصطفى عبد الجليل؟ والله نتمناهم انهم يجوا يشفعوا جرحى ويطلعوا على حالاتهم ويشفعوا الحق، بيقول لنا في تقصير كبير الحق. زاركم وزير الجرحى ولا المستشار؟ لا ما جاناش حد. ما فيش زيارة من أي مسؤول كان؟ ما جاش حد. السفير ما زاركمش؟ لا ما تكلمتوش معاه؟ لا ما لناش الحق. الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل.